Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايب رانيا وعيلة رانيا؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا وعلى الأمة الإسلامية، اللهم أمين يا رب العالمين. يلا قبل أي حاجة نصلي ونسلم من الأول على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وندخل بقى على الفيديو بتاعنا. طبعا يعني هو بيتكلم عن نفسه. ده بسكوت النشادر بتاع المكنة، مفيش أروع ولا أجمل واقتصادي والله. يعني طبعا كلنا عارفين إن البيض غالي، فاحنا المرة دي هنعمله هنقلل الكمية معانا، وفي نفس الوقت النتيجة مبهرة قسما بالله. كل اللي داقه ما صدقش ان ده معمول في البيت. طبعا هو شكله بيتكلم عن نفسه. انا عايزاكم الاول تتفرجوا الاول عليه شويه كده قبل ما قبل ما اوريهولكم اكتر واكتر. بجد ولا اروع ولا اجمل من كده، مفيش احلى من الجمال ده كله. الجمال بقى ايه بقى؟ عدى الكريم. بمعنى عندكم دلوقتي انا طبعا الكميه اللي انا عاملاها في الفيديو، انا عامله ما شاء الله كميه كبيره، لكن انا هحط لك على الشاشه مقادير الكيلو، تاخديه اسكرين عندك وتزودي زي ما انت عايزه. اول حاجه معايا هنا البسكوته، شايفاها هشه ازاي؟ مفيش اجمل من كده، ومحمله ازاي من جوه، والنقشه ما اتغيرتش نهائي نهائي نهائي. يعني النقشة هتلاقيها قبل التسوية زي بعد التسوية، وهنشوف مع بعض كله عملي وبعدين هنشوف كل الخطوات كلها. انا والله العظيم مهما اتكلم على البسكوت ده برضو مش هوفيه حقه. يلا بقى، طبعا احنا هنا حاطين هنبتدي دلوقتي بالسمنة والسكر، وبنضربهم كويس قوي 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 لحد ما يبقوا زي الكريمة. طبعا المقادير قدامكم اهو، خديها معايا سكرين وزودي الكمية زي ما انت عايزة. انا طبعا عشان مستعجله ومش عايزه اطول عليكم في الفيديو، فاحنا هنمشي بالخطوات، لكن المقادير مكتوبه زي ما انت شفتي كده. خديها سكرين عندك، عايزه بقى تعملي مثلا كيلو 2 3 براحتك، لكن انا هنا عامله كميه كبيره ما شاء الله، عامله 5 كيلو. فطبعا انا ال5 كيلو معايا هنا حطيت 2 سمنه، ودي سمنه خلي بالك من الزبده. السمنه انا سبتها تبقى في التلاجة سايحه، بس يعني مش سايحه، ساقعه، اقصد ساقعه. وحطيت 2 كيلو سكر بودره عليها، يعني 2 سمنه على 2 كيلو من السكر البودره، وبضربهم كويس جدا. واوعي تنسي، اوعي باكد عليكي تاخدي كل الجوانب معاكي، علشان الزبده اللي مش هتتضرب معاكي هتخلي البسكوت يطلع معضم وناشف. معانا هنا بقى كل كيلو حطيت له كام؟ 3 بيضات. كل سنه احنا كنا بنحط ممكن 4 أو 5، لا السنه دي هنحط 3، وتقدري تحطي 2 بس لو البيض معاكي كبير. لو الحجم البيضه كبير معاكي حطي بيضتين، لكن لو وسط او صغيره حطي 3 زي ما انا عملت كده. انا هنا بنزل هنا بالفانيليا. طبعا انا هنا ال5 كيلو حاطه لهم كام؟ حاطه لهم 15 بيضه. وعندنا هنا فانيليا، ريحه موز. مثلا انا طبعا كل كيلو انا بقسمها كده، كل كيلو ازازه من ريحه الموز. طبعا ده كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي موجوده عند العطار، هتلاقيها. بتنزلي دلوقتي بالبيض بالتدريج، ما بتنزليش بالبيض كله مره واحده، هتنزلي بيه بالتدريج. كل ما يختفي الجزء اللي بتنزلي جزء وتنزلي بجزء تاني لحد ما تخلصوا كل كميه البيض اللي معاكي زي ما انت شايفه معايا كده، شايفه بنفس الطريقه دي. يبقى هنا المقدار، انا هقول لكم برده المقدار برده الكبير اللي احنا عملناه. معايا هنا 5 كيلو دقيق، عملنا لهم حطينا لهم 15 بيضه، وحطينا لهم 2 كيلو سمنه ساقعه، و2 كيلو سكر بودره. معايا هنا بقى اللبن بتاعي، انا بحط للكيلو نص كوبايه. يبقى هنا هنحط كام؟ 2.5 من اللبن، عليهم 5 معالق صغيرين من النشادر، ما تكتريش النشادر، وبنقلبهم كويس جدا جدا. وبنزل هنا بالمقدار بتاعي على الزبده اللي احنا ضربناها او الكريمه اللي احنا ضربناها، بننزل بيها كويس جدا، بننزل باللبن كويس لحد ما يخلط بالمقدار كله. انا بوريكم هنا المج اللي انا عايرت بيه اللبن، المج بتاع الشاي العادي خالص.
بنزل هنا بقى بعد ما بخلص كل كميه اللبن بتاعتي، بنزل بكوبايه ونص من جوز الهند. انت عايزه تحطي حطي، مش عايزه براحتك. ممكن تحطي برضو قصنص البرتقال، تحطي قصنص جوز الهند براحتك. هنا بقى البيكنج باودر نزلت زي ما نزلت ب5 معالق من النشادر صغيرين، بنزل ب5 معالق كبار من البيكنج باودر، 5 معالق كبيره من البيكنج باودر. بنزل هنا بقى دلوقتي بالدقيق بتاعي، بنخل. طبعا لازم تنخلي الدقيق بتاعك عشان يدخل له هوا. انا بنخل هنا بصراحه بمصفى يعني عاديه، مش منخل ولا حاجه. ايه بقى يا رانيا دي بتحطي؟ ده كاستر، ده يعني بصي خرافه بجد بجد، هيديكي قرمشه للبسكوته حلوه قوي قوي، مش هتشبعي منها والله، مش هيبقى محتاج لا شاي ولا شاي بلبن، والله بجد هتلاقي نفسك راحه جايه تاكلي فيه. يعني ما تطوعيش نفسك كأنك فعلا هتاكلي جامد. حطينا منهم قد ايه؟ 5 معالق كبار مليانين من الكاستر. وبنزل طبعا انا هنا بقى، انا اسفه بعتذر لكم للمنظر بتاع ايدي، انا بوريكم الاول بتفتحي ايدك وانتي بتقلبي، لان احنا العجين ده احنا مش بنعجنه، احنا بنقلب بس فقط لا غير. انا بعتذر لكم لان انا صراحه انا اللي بعمل لنفسي اهو زي ما انت شايفه، يعني انا اللي بعجن وانا اللي بنخل. وما شاء الله تبارك الرحمن الكميه زي ما انتم شايفين، الف هنا اللي هياكل. فمعلش الموضوع كان صعب شويه عشان انا لوحدي، فحاولت بقى على قد ما اقدر، لاني كمان اتاخرت في نزول البسكويت بتاع العيد وحاجات العيد، فكان لازم احاول لازم كذا مره ان انا اعمل. برضه كان عندي مشكله في التليفون فما كنتش عارفه والله، وبعتذر للجميع لكل اللي طلب مني حاجات نواعم العيد، انا اسفه جدا جدا حبايبي. يلا بقى عشان نكمل الفيديو بتاعنا اللذيذ ده. بعد كده بعد ما بتحطي كل كميه الدقيق بتاعك، خلاص انا بركن زي اللي متعود على رانيا، انا بحب اركن حوالي ربع كيلو دقيق على جنب، واعمل زي ما انت شايفه كده. بعد ما العجينه لمت معايا خلاص وبقت ناعمه، بنزل بالدقيق اللي انا فوضته ده برشرشه، واروح حاطه زي رق يعني ايه، رق من الدقيق ورق من العجين زي ما انت شايفه كده، ارش واحط ايه عجينه عليه. طب بتعملي كده ليه يا رانيا؟ عشان العجينه بتاعتي ما تعرقش وتطرد السمنه بتاعتها. شايفين العجينه ملهاش حل. بركنها دلوقتي في التلاجة على بال بس ما اروح اجهز بس الحاجه بس فقط لا غير، يعني مش بتركنيها كتير ولا حاجه. وببتدي هنا دلوقتي اجرب الاول تجربه، انا متعوده لازم اجرب الاول عشان اشوف البسكوته بتاعتي. الجزء ده انا هجربه الاول في الفرن واشوف هيفرش اللهم صل على النبي، انا نسيت الرسمه هتروح بعد بالتسويه ولا لا. الحقيقه كانت روعه فوق الروعه. بعد كده ببتدي بقى ايه، شفتوا شايفين الرسمه هي ما اتغيرتش خالص ولا فرشت، والبسكوته هي زي ما دخلت زي ما خرجت. والله العظيم انا مهما اقول لكم طبعا اللي احنا عملناه قبل كده كان جميل جدا، وبتاع السنه اللي فاتت كان بتاع العروسه كان ممتاز، بس انا عايزه اقول لك ده يعني بصوا نكهه تانية خالص، يعني النكهه زي ما بيقولوا ايه، شمخه تانية خالص. جربي اعملي المقادير بتاعت السنه دي، يعني بجد بجد اتمنى تدعي لي دعوه كويسه من قلبك وايه، وتقولي فعلا فعلا هو ده البسكوت الصح بامانه الله. بامانه والله العظيم كل اللي نزلته تحفه، وكل الناس شكرت في الحاجه بتاعت السنه اللي فاتت، بس بجد المره دي الله اكبر الله اكبر تبارك الرحمن ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. طول ما الواحد طول ما واقف في المطبخ بيذكر ربنا وبيذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وبيصلي على الرسول باستمرار وعلى أهله وأصحابه أجمعين، حقيقي الحاجة هتطلع في إيدك ما تتخيلهاش من كتر جمالها. شايفين البسكوت؟ مفيش حد صدق نهائي إن دوت معمول في البيت، وأحلف ما أحلف تعبت والله. قلت لهم يا جماعة آخر خالص دول أهلي طبعا، قلت لهم خلاص هو كده كده الفيديو نازل وهتشوفوه بنفسكم وتصدقوا ان انا اللي عاملاه في البيت. ويا رب يا رب الفيديو يكون عجبكم وايه، والبسكوت عجبكم ان شاء الله ان شاء الله، واللي يجربوا يا رب يا رب ياكلوا بالهنا، وعيد سعيد علينا جميعا، وكل سنه وانتم طيبين. وما تنسوش اللايك بتاع رانيا الجميل، والف هنا وشفا. سلام عليكم.